ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، لكن يأخذ العلم بأخذ العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعامة الناس معاشر الأحبة، العامة دي الناس ما عندهمش فرقان بين العالم والعابد، فعندهم المعيار في العلم الذي كثرت منه العبادة والابتهال والدعاء والتضرع، فنظروا إلى عبادته ولم ينظروا إلى علمه. في حديث ابن عمر في الرجل الذي قتل 99 نفسا، هذا قتل 99 نفس، فأراد أن يتوب، أراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فسأل الناس فقال دلوني على عالم. هذا وفقه الله تبارك وتعالى للسؤال الصحيح، دلوني على عالم. فلما وفق للسؤال الصحيح وسأل السؤال الصحيح فأتاه الجواب من جهة عامة الناس، دلوه على عابد. ما عندهم فرقان في الفرق بين العالم وبين العابد. فلما دلوه على عابد قالوا له هذا هو العالم عندنا، فذهب إلى ذلكم العابد فقال له وذكر له من أمره أنه قتل 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فماذا قال له هذا العابد؟ قال لا أجد لك توبة. شوف العبادة كيف حملته الانقطاع عن العبادة والناس يشهدون له بالعبادة، إلى أنه أغفل النظر في النصوص الشرعية، فنظر إلى جانب الوعيد في هذه المسألة ولم ينظر إلى الجمع بين النصوص بين الوعد والوعيد والنظر في حال السائل، وذلك لا يكون إلا لأهل العلم الراسخين. فأكمل به المئة، أكمل به المئة. دائما الفتوى بغير علم يكون وراءها سفك الدماء، غير كل فتوى بغير علم عرف بأن وراءها سفك الدماء المعصومة. والوقائع في حياتنا اليومية مشاهدة كثيرة جدا. دعاة الضلال راهم في منتجعات في تركيا وفي غيرها في الفنادق الفاخرة يخرجوا بصدور عارية، النساء كشف الستار عن وجوههن وأبو عبيدة بقي محجب، ويسمون ذلك باسم الجهاد. أبيدت غزة عن بكرة أبيها ونسفت نسفا، كبيرهم يقول خسائرنا خسائر تكتيكية وخسائر العدو خسائر استراتيجية. سبحان الله، على من تضحكون وعلى من تكذبون وتتلاعبون بالناس، وهانت عليكم دماء المسلمين إلى هذه الدرجة وما كنتم رجالا، إذ لو كنتم رجالا فالتاريخ قد عرفنا بالرجال. التاريخ عرفنا شكون هم الرجال، رجع الصحابة القادرة دائما تكونوا في المقدمة، ماشي تكون مخبي في الأكاب ومخبي في الكهوف وفي الجحور ويخلي الطيران يضرب المدنيين ويضرب العزال، ثم بعد ذلك لما تسوى البنايات بالأرض يخرج من تحت تلك الكهوف ويرفع انتصارات المقاومة. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن الأحزاب قد جاءت لغزو المدينة أحرز الذرية والأطفال. أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حمى الذرية والأطفال لئلا يصل إليهم العدو، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسمع الناس صوتا بالمدينة فهالهم، فخرجوا وتتبعوا مصدر الصوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع فقال دونكم، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى مكان الصوت. والصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، في شدة القتال حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحتمي بالنساء ولا تحتمي بالأطفال، ولا تقدم النساء والأطفال ضحية للعدو المجرم الذي يملك أفتك الأسلحة. مش هذا يعني تبرئة لأولئك الأرجاس إخوان القردة والخنازير. فالآية واضحة في قول الله تبارك وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقالوا ليس علينا في الأمين سبيل، فعندهم دماء غيرهم مستباحة